السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم 21/9/2024. إن شاء الله راح نوريكم تطورات في سوق الحافة. الحين متوجهين إلى سوق الحافة. طبعا معروفة هذا الطريق، طريق قصر الحصن في صلالة الجميلة اللطيفة الرائعة، والشوارع فاضية اليوم السبت. شوفوا الجمال، شوفوا النظافة. واليوم متوجهين إلى الحافة وبعض المناطق حسب مقدورنا. اليوم 21 نتمشى في صلالة الجميلة الرائعة. فتابعوا تغطية اليوم على اليوتيوب، بننزلها اليوم إن شاء الله. دوار سوق الحافة، وهذا سور قصر الحصن طبعا. وهذه الحافة وصلناها، منطقة الحافة، وهذه الحافة وشاطئ الحافة طبعا. وهنا بعد ما زالت الإنشاءات، يعني المكان محجوز. هنا ما أعرف من شأن يمكن أيام الخريف مواقف. وهنا طبعا شوف هذا محجوز في سور السعف النخيل أو الزور. هنا أعتقد المواقف دخول وخروج. أنا بروح هنا وسيدة وبشوف إيش موجود. طبعا كله هذا أيام فعاليات الخريف أكيد. يعني الحين ما أعرف قفل يمكن. هذيك شوف هذيك الصارية للدعايات ما شاء الله مطولها يعني. وهنا سوق شاطئ الحافة. هذا سوق شاطئ الحافة المركزي الجديد. شوف اللي حصل انتقادات أول من زمان قبل لا يتم إنشاؤه. هذا هو السوق. بعد أظن ما زال تحت الإنشاء، لم يفتتح. هذا حصل انتقادات واجد من المغردين سابقا بسبب بناءه التراثي الجميل هذا. يا سلام. وهذا أيام فعاليات الخريف. اللي زاروا في الخريف طبعا يعرفوه، بعد ما زال موجود. أنا الحين الصباح الساعة 11:27 حاليا. يعني الناس يوم السبت مريحين، الناس مريحين من الدوامات. وهذيك ما زالت تبيع هناك مسكينة. شوف هذا شاطئ الحافة الجميل، شاطئ الحافة الجميل، بحر العرب الهايج. حرصا على سلامتك يمنع السباحة. هذا بحر العرب هايج دائما. وهذه نخلات النرجيل، نخل النرجيل هذه ما شاء الله لها عمر. أنا كنت في يوم من الأيام هنا في صلالة تقريبا سنة، عشت في صلالة سابقا. كانت أيام جميلة، أيام الشباب. وهذه النرجيل بعدني ما زلت أتذكره. طبعا روحات وجيات طبعا أيام الخريف. وهذه الصارية، صارية صلالة. وهذا السوق كما تشوفون، السوق الجميل هذا اللي سوق بالبناء الطراز المعماري التراثي العماني الجميل. شوف صراحة جمال، يذكرني بالبحرين والكويت. نفس الشيء فيه أسواق مثل هذه بنفس المنظر الجميل البديع. البحر الجميل هذا، الشاطئ الحلو. في بعض السواح ما نريد ننتهك الخصوصية طبعا. بحر جميل. ما زلنا عند البحر الجميل هذا. يا ما شاء الله ما شاء الله. شوف المشهد جميل جميل. يا شاطئ البحر.
وطبعا هذا المكان غني عن التعريف، اللي يزورون صلالة باستمرار. ما زالت صلالة، يعني هذا تقريبا جزء من قصر الحصن العامر. هذا المدخل، هنا مدخل من القصر الحصن. أول كنا ندخل زمان في الثمانينات مسموح تدخل داخل الساحة، ما عرفتوا هل مسموح ولا لا في قصر الحصن هذا الجانب. هذا قصر الحصن، المدخل من هنا من عند سوق الحافة. كنا يوم أول زمان في الثمانينات ندخل داخل، يعني ما أعرف الحين هل مسموح ولا ما مسموح. ندخل هذه الساحة ونتمشى داخل للمواطنين، يعني عادي يدخلوا زمان. هذا طبعا سوق الحافة، اللي يبغى بخور، حتى في ملابس وبعض الكماليات. سوق الحافة هذا غني عن التعريف، اللي يزوروه في ملابس، في مصار، يعني في أشياء بسيطة، وخصوصا البخور أكثر شيء موجود في هذا المكان. الحين أنا موجود عند سوق الحافة الجديد، إن شاء الله بدخل وبشوف إيش موجود بالداخل وكيف التصميم وكيف هذا التصميم الجميل اللي حصل انتقادات كثيرة. صراحة تصميم رائع. شوف كيف، الله، شوف الجمال. هنا بعد حديقة ألعاب، شوف للأطفال، مراسي، شيء جميل صراحة، رائع. وفي بعض السواح السائحين بعد يجوا. أشوف هنا كنا في بعض المحلات محجوزة، جميل. هناك المسجد، شوف كيف هذا المدخل، الظاهر عليه أنه كأنه مفتوح، بس أنا ما لاحظت. هنا في فقر العود. هذه السياحة، يعني شوف، يعني تحضر ما شاء الله. وهذه أشجار جوز الهند والنارجيل، ما شاء الله ما زالت مفتوح. هذا أماسي ظفار مفتوح. طبعا هو ما كله يقول هذاك مفتوح بعده، لكن شوف التصميم يا أخي، شوف الجمال. ايش هالجمال، ايش هذا الجمال. هنا الحلوى العمانية، حلوى الصبحي بعد، في السوق الجديد. لكن صراحة تصميم رائع. هين المغردين هلا ابو جالسين ينقدوه. شوف التصميم، يقول لك المستعجل مو يقول العماني ماكل شو بني. صراحة جمال جمال. المكان جميل، وإن شاء الله يطلع بأحلى حلة لما يجهز. شوف الجمال. هين لكن المغردين لا مهندسين ولا شيء، ولا يعرفوا شيء، جالسين ينقدوه سنة على الصبغة وعلى ما عرفوا إيش. تعالوا شوفوا، خاب ظنكم فيه. شوف كيف الجمال. هذا هو الصح، التصميم اللي يصمم هذا التصميم صحيح، يعني شيء تراثي جميل إن شاء الله. لكن بعده ما مفتوح كامل، لكن على طور أنه ينفتح قريب. الحين يشتغلوا الناس على الإعداد المحلات مالهم. يكفي زيارة لهذا السوق الجميل الرائع، صراحة عجبني. ونتابع رحلتنا في الحافة، نروح نشرب مشلي ومن هناك نختم الفيديو هذا البسيط. سوق جميل. هذه الحافة الجميلة صباح السبت، الناس مريحة. طبعا هذه المحلات ما زالت فاتحة، اللي هي اللي على الشارع. ومحل الحلوى العمانية الجميل هذا حاضرا مفتوح. هذه أحلى حلوى شفتها أنا في صلالة. وهذه الحافة، يا سلام، شوف الجمال. نروح نشوف لنا محلات بيع الفواكه والنارجيل. وهذه المحلات
بيع الفواكه وجوز الهند. إن شاء الله بنشرب جوز الهند الطبيعي. هذا هو النارجيل الحين موجود متوفر. في الخريف كان منعدم. الحين الحمد لله متوفر. اللي يريد يزور المكان. فالموز جوز الهند موجود في هذا الوقت في شهر 9. الحين احنا 21/9/2024. وهذه المحلات اللي في الحافة مفتوحة. وهذه ري انترناشنال، سيارة ري ركن اليقين. فهذه كما تشوفوا نارجيل المشلي. كيف حالك؟ الموز متوفر. ان شاء الله بنشلنا موز، بنشلنا نارجيل. لكن تو على الطاير تصوير جميل سريع. نارجيل قصدي قصب سكر. يا سلام. وبعض من الفواكه. السلام عليكم. وبعض منهم طبعا مسكرين اليوم السبت الصباح. طبعا على الامتداد الى الدهاريز هناك ذاك الجانب بعد في موجود. وهذا للطيور ياخذ النصيب. هنا شوف من الموز. شوف الموز هناك الطيور ياكل من ذاك الموز المعلق. الغربان هذا. شوف هذاك الغراب هناك. والله ياكل من الموز. طايحات بالموز. هو هو. وهذه كانت تغطية لسوق الحافة. وهذا نارجيل المشلي ما يله حد. شفت كيف؟ شهر 9 بعد الخريف ما شاء الله كل شيء متوفر. تعالوا. يا للجمال. زين. وحييكم. أتمنى لكم يوما ممتعا من سوق الحافة. وتحياتي وأشواقي الحارة. هذه تغطية، بعض التغطية من سوق الحافة. واليوم ننزل فيديو تاريخ 21/9/2024. ومحمد السليماني يتمنى لكم يوما ممتعا وسعيد. وتحياتي وأشواق الحارة. اشتركوا في القناة حتى تحصلوا أحسن الفيديوهات من سفراتي سواء في عمان أو خارج عمان. تحياتي.